الأهلي بيتفوق على فاركو بأربع أهداف مقابل هدفين. تعال بسرعة نتكلم عن أحداث اللقاء ونركز على أربع حاجات: أداء زيزو، أداء محمد هاني هل هو كويس ولا مش كويس، علامة استفهام على أداء تريزيجيه، وإيه المشكلة الدفاعية الخطيرة اللي بتواجه النادي الأهلي. أول نقطة هتكلم معاك فيها هي محمد هاني. هل محمد هاني لاعب جيد ولا سيء؟ وإيه اللي محتاجه منه بالظبط ريبيرو؟ لما هنيجي نشوف هنا هتلاقي ان محمد هاني بيتمركز دايما جوه الملعب، مش بيطلع لبره. ولو وصلنا للتلت الاخير بيطلع بره وبيشتغل مع تريزيجيه او لعيب نص الملعب اللي بيقرب منه. هاني ابتدت عرضياته تزيد. شوف هنا في بناء الهجمه الراجل كان بادئ من جوه، وبعد كده لما بنوصل للتلت الاخير بيطلع على الطرف هو وتريزيجيه علشان يقدر يعمل العرضيه. طبعا استغل تقدم دفاع فاركو فحط الكوره من وراهم علشان يتحط كل المدافعين في موقف وشهم لمرماهم وهم بيطلعوا الكوره، وده بيؤدي طبعا لخطأ المدافع وتسجيل شريف الهدف الاول. ومش بس كده، محمد هاني بيستخلص وبيبتدي يبني هجمه وبيطلع بالكوره بكل سلاسه وبيحول الكوره من موقف خطر على النادي الاهلي لهجمه مرتده كان يقدر يستغلها الاهلي احسن من كده ويسجل منها هدف. كرة كمان هنا هاني هو في قلب الملعب جوه الملعب وسايب الطرف، بيحاول يعمل عرضية لشريف وبالفعل عرضية جيدة، ولكن التدخل الدفاعي في الوقت المناسب وكان ممكن يحولها شريف لهدف. علشان نكمل، موقف صعب، اتنين لعيبة ضاغطين على هاني، بس هاني تحت الضغط ما عندهوش مشاكل، بيقدر بكل سهولة يلاقي اليو ديانج ويطلع بالكورة ويحول الكورة لهجمة للنادي الأهلي. ولكن في بعض الأحيان محمد هاني بيفقد التركيز، وده ياخدنا للنقطة اللي بعد كده. هي إيه المشاكل اللي بتواجه محمد هاني؟ في المقام الأول هي تركيز في مواقف خطر. ده الهدف الأول اللي تلقاه النادي الأهلي، هنتكلم في شرحه بعدين، بس خلينا دلوقتي نركز على عامل واحد بس وهو محمد هاني وأداء محمد هاني. أدي هاني جه طبعا متأخر شوية، الكرة اتشاطت رجعت. ركز بقى معايا على هاني. هو ايه ده؟ ليه ارجع الكوره بدماغي هنا في حته زي دي لشوبير اللي هو طبيعي اصلا يبقى موجود في جونه فطلعها له هنا؟ فيها خطأ طبعا كبير من شوبير. الكوره خلاص صعبه، بدل ما ترجعها وانت مش شايف بترجع لمين، سيبها تطلع ركنيه او طلعها لجنب الملعب. بس كمل على ردة فعل محمد هاني مع الكوره، وراجل قاعد بيتفرج زيه زينا عادي جدا لحد الكوره ما دخلت جول. ولكن لما تيجي تكمل، الخطأ ده ما أثرش على هاني، لأنه ببساطة قادر دايما وهو تحت وفي مرحلة البناء تحت الضغط يلاقي اللعيب اللي يوصله للتلت الأخير. هنتكلم بعد كده عن تريزيجيه. هنا اسيست تاني لمحمد هاني منين؟ واخد بالك؟ من قلب الملعب، وده الدور اللي ريبيرو بيحتاجه فيه في بناء اللعب. لما بنيجي نعدي ونوصل لمنطقه نص الملعب، هاني بيبقى في قلب الملعب عشان يلعب كارتكاز تاني مع سواء ديانج في اللقطه دي كوكا، وبيقدر بتمريرات حاجه كده اقرب لدور ارنولد مع ليفربول، طبعا مع فارق الامكانيات والاسامي والفرق وكل حاجه، وبيقدر بتمريره يودي جراديشار انفراد علشان يعمل اسيستين. جراديشار يوصل موقف انفراد مع شيكا حارس المرمى ويقدر يخلص بعد تمرير هاني. ونوصل بقى للقطة الجدلية تاني. هاني يفتقد للتركيز في مواقف مهمة جدا. هو انا ليه ما اسمعش كلام الحكم في ماتش انا كسبان 4-1 الدقيقة 90 وعايز نطلع من جنب الخط؟ هو ايه الخطر اللي كان حاصل علينا طول اللقاء؟ ولا اي حاجة. النادي الاهلي كان في موقف مريح طول احداث اللقاء تقريبا. طيب ليه احط نفسي في موقف زي ده واضطرب وادخل في عند مع الحكم؟ دي المشكله اللي عند هاني، التركيز في بعض اللقطات. الهاني لعيب كبير وعنده امكانيات، ومش معقوله كل المدربين اللي جم الاهلي ولعبوه ما بيفهموش كوره. بس هاني بيعمل لقطات صغيره بتتحسب عليه، بتمحي وبتخلي الناس تنسى الحاجات الكويسه اللي ممكن بيعملها في الماتشات. علشان ننتقل بعد كده على زيزو ودور نص الملعب الهجومي، لان لسه هنتكلم على الدور الدفاعي بعد كده. زي ما انت شايف دي كرة الهدف الثاني للنادي الاهلي. طيب هو الاهلي بيحاول يعمل ايه؟
ادي هنا كريم فؤاد وهنا اشرف بن شرقي، نفس اللي بيعمله تريزيجيه ومحمد هاني، مع ادوار طبعا اكتر بكتير اللي محمد هاني على الجنب الثاني، فاتحين الملعب. بن رمضان داخل بين الاثنين مدافعين بتوع فاركو، علشان حتى الكرة دي لو وصلت لبن شرقي يبقى بن رمضان مثبت الراجل ده، ويبقى بن شرقي في موقف 1 على 1، وجاي معاه كمان كريم فؤاد، ممكن يعملوا تفوق نوعي 2 على 1، ممكن بن شرقي يعدي في 1 على 1 ويبقى الموقف سهل نسبيا للجناح الاهلي. شريف واقف في نص منطقة الجزاء، ليه؟ لأن مش هينفع يتحط في موقف 1 على 1، فدايما مثبت 2 لعيبة، وبيخلق مساحة ما بين السنتر باك ده والسنتر باك ده، لأن كان في 5 مدافعين من نادي فاركو، فيبتدي تظهر مساحة في قلب دفاع فاركو. كمل معايا. زيزو بيلعب مع بن رمضان استلام رائع بين الخطوط، تكنيك عالي جدا. وشوف زيزو اتحرك فين، شفت المساحة اللي أنا كنت لسه مشاور لك عليها؟ هو دي المساحة اللي الأهلي بيدور عليها طول الماتش تقريبا. عرضية للخلف، كات باك لزيزو، وطبعا زيزو قدام الجول مش محتاج اي حاجه تانية غير ان هو يسجل. الهجمه اللي بعد كده اللي هكلمك عنها هي الهدف الثالث للنادي الاهلي. تاني زيزو على حدود ال 18. بص زيزو دايما بيحاول يتمركز في المساحات اللي فاضيه ما بين خط الدفاع ونص الملعب، لان هي دي المنطقه اللي ريبيرو عايزه يتحرك فيها. واعتقد ان بعد عوده امام عاشور هيبقى هو ده الدور الاكبر لامام عاشور، وزيزو هيتنقل للخط. بن شرقي طبعا 1 على 1 واسيست في الزحمه، رافع عينه وشايف وبيحط الكوره جميله جدا لزيزو علشان يقدر يحرز الاهلي الهدف الثالث ليه في اللقاء، والثاني لزيزو نجم الاهلي في المباراه. هنتكلم بعد كده عن محمود حسن تريزيجيه، وانه من ساعه ما جه الاهلي ما قدمش اضافه غير يمكن اول ربع ساعه او تلت ساعه قدام انتر ميامي، هي دي اللي ظهر فيها بشكل كويس. ومن بعد ما ضيع ضربه الجزاء اختفى تماما، واختفى تاثير تريزيجيه عن الاهلي في معظم الماتشات. قدام مودرن سبورت كان بيلعب على الجنب الشمال، ما كانش فيه انتاجيه، فنقلوا النهارده ريبيرو على الجنب اليمين، يمكن يستفاد منه بعرضيه او حاجه او تمريره، ويعرف يلعب بن شرقي على الشمال عشان يعمل له فرق، خصوصا في المساحات الضيقه ومواقف ال1 على 1. فهنبتدي مع تريزيجيه. اول لقطه ليه في الماتش، الراجل في نص الملعب بيستلم. اي لعيب طبيعي لازم هيشوف يعمل اسكان، اي لعيب كبير في اي مركز هيشوف يعمل اسكان، يشوف الضغط جاي عليه منين. الضغط جاي من هنا، يبقى طبيعي تريزيجيه يلف الناحيه البعيده عن الضغط عشان يعرف يستلم الكوره. الا ان تريزيجيه رايح بالكوره للراجل، حطها بينه وبين الراجل اللي جاي يضغط عليه، فاتقطعت الكوره وتحولت لمرتده خطيره لفاركو، موقف 2 على 2. وهنتكلم بعد كده عن الكور دي في تحليل الدفاع الاهلي. ويعني استهتار يمكن في استلام كرة في نص الملعب، في موقف بدل ما يخليك رايح بهجمة تحرز منها هدف اتحولت عليك. نشوف الكرة اللي بعد كده. اتحطت الكرة لتريزيجيه، خبطت نزلت قدامه جول. الكرة دي على الأقل تسديدة خطأ، إلا إن تريزيجيه أصلا ما بيلاقيش الكرة. طيب حاولنا نستغل من بره من جوه الملعب، ما قدرناش نستلم، ما عرفناش نفنش جوه ال 18، ما كانش فيه اضافه. اذا ايه الدور اللي بعد كده اللي هو بيلعبه علشان ان هو يلعب عرضيات؟ طيب ادي اول عرضيه من تريزيجيه، الراجل الفاضي الوحيد اهو شريف على البعيده، هنحط الكره على الارض وتتقطع. العرضيه اللي بعد كده من تريزيجيه، اكتر حاجه منطقيه هنحط العرضيه جوه ال6 يارد، ولكن عرضيه ما تعديش. طيب الكره الناحيه الثانيه وهنرفع لتريزيجيه، عرضيه يعني مظبوطه جدا ومعديه السنتر المدافع بتاع فاركو، فيقدر ان هو كان يقدر الكره ويروح، الا انه سبق الكره. تريزيجيه قدام الكره مش ورا الكوره، فحتى ما يعرفش يرجعها تاني، ما يعرفش يعمل اي حاجه، فبالتالي الكره تطلع بره. تريزيجيه على الطرف، موقف عرضيه ولكن بلا عنوان. تريزيجيه هنا هاني، كنت كلمتك على الكره دي في دور هاني، ادي هاني بيربط مع جراديشار مع تريزيجيه، 10 على 10 انطلاقه من تريزيجيه. وقف هنا، ادي زيزو وادي بن شرقي، حط كده جون حط كده جون، ولكن تريزيجيه اختار ان هو يحطها في ظهر المدافع. تريزيجيه لحد دلوقتي مش لاقي نفسه، برغم ان ريبيرو بيحاول يساعده، ما بيطلعوش من الملعب بدري، بيوظفه في كذا مركز يمكن يلاقوا منه انتاجيه، لانه تاني اغلى صفقه جت النادي، فالمفروض يقدم فاليو، يدي قيمه مضافه للفريق، وده اللي ما بيعملهوش تريزيجيه لحد دلوقتي.
ننتقل بعد كده للمشكلة اللي واجهت الأهلي وهي الدفاع. فاركو فريق ما كانش شرس هجوميا، وكذلك مودرن فيوتشر أو مودرن سبورت. لما ترجع تاني المودرن سبورت الماتش اللي فات ضغط على الأهلي عالي مرتين بس، هجمتين، واحدة في أول الماتش ضاعت، والتانية اللي جه منها الهدف. طب قدام فاركو هل اختلف الوضع؟ الوضع كان أسوأ. طب تعال أقول لك ليه. ادي هجمه طالع بيها عادي جدا فاركو، دقيقه 38 2-0. لعيبه النادي الاهلي واقفه كانها اصنام. ادي الثلاثه بتوع نص الملعب، ديانج، بالرمضان، زيزو، وادي تريزيجيه، وادي بن شرقي، وشريف كان قدام، وادي رباعي الخلف. انا شايف هنا مكافاه عدديه، مان تو مان، الموضوع سهل، والراجل ده نازل يقدر ده يستلم ويقدر ده يستلمه، يقدر ديانج اللي واقف في لا شيء يرحل شويه علشان يمنع الباصه ان هي توصل للراجل ده. ولكن اللي هيحصل بكل سهوله ان هم هيقدروا عدوا كل الاهلي اتضرب بتمريره واحده بس، والتمريره اللي بعديها انفراد. شكرا. ولو كان لعيبه فاركو مستوى اعلى، يعني الكره دي لو قدام المصري، لو قدام الزمالك، لو قدام بيراميدز، لو قدام الفرق اللي عندها سرعات وبتعمل خطوره قدام الجول، الكره دي ما كانش مصيرها كده خالص. لو بتلعب في افريقيا صن داونز، انت تشيل سكور بالمنظر ده هيجي فيك اهداف لا حصر لها. اتفرج، كوره بتكمل، تكمله الهجمه دي جون، دي كوره جون، ولكن الستر يا فاهم مشيت. فلازم ريبيرو يبتدي يخلي باله من المشاكل دي. كرة تانية مرتدة على الأهلي، هوبا مرة واحدة 4 لعيبة من فاركو في رايحين على هجمة على الأهلي قدام 3 مدافعين بس من النادي الأهلي. الهجمة دي برضو لولا وجود ديانج، واللي هشرح لك تأثير اللي حصل في النادي الأهلي بعد ما اتغير، لولا وجود ديانج الكرة دي 4-3، فرصة كبيرة جدا لجول. دلوقتي دقيقة 67، نزول كوكا وخروج أليو ديانج. اول كوره دقيقه 68 بعد خروج ديانج، شوف ايه اللي حصل. مبدئيا كوكا مش قادر يفضل علشان يستلم او يظهر حتى او ياخد الضغط ويبعد بيه علشان يفضي المرأي ان هو يعرف يزيد، ده جاي بالضغط وجاي، ولا منه جه يستلم ولا عمل اي حاجه. هو خلى مرأي مضطر ان هو يدور على بن رمضان، اللي بالرغم ان هو نازل بيحاول بيجي باقصى سرعته عشان يعرف يستلم، الا ان الكوره اتقطعت. طيب شوف كوكا، هل ضغط ما ضغطش، ساب الراجل يخش. طب رفع عينه شاف الخطر، ادي 1 2، الراجل ده ممسوك، فاذا هو شايف المشكله فين، هو ما فيش حاجه تانية واقف عليها، هو هنا اهو الراجل واقف قافل، والراجل ده مع الراجل ده لازم كوكا يبتدي يحرك نفسه شويه بحيث يبقى واقف هنا حتى علشان اي كوره ممكن ترجع لورا. الا ان العرضيه هتتعمل. شوف كوكا اللي رفع عينه تاني، رفع عينه تالت، المساحه اهي، ما طلعش هنا، طلع الكوره اهي، ابعد الخطر عن الجون، طلعها في اخطر منطقه ممكن تطلع. وبعد كده طبعا خلاص اللي بعد كده احنا نجري بقى نلحق موقف، والكره فعلا اتسجلت هدف في النادي الاهلي. هنا كوكا. طيب ريبيرو بيحب يلعب كوكا في نص الملعب عشان قدرته على التمرير والاستلام والدوران تحت الضغط، ودي اللي مش موجوده عند ديانج. بس الباقي كله عند ديانج ومش عند كوكا. اذا ايه اللي بيحصل؟ ادي كوكا هنا واقف يستلم وسط 4 لعيبه. طيب موقف خطر، كوكا عايز يدي راجل كوبري نص الملعب، هو ده مكانه او وقته؟ هو ليه مش بنتعامل بجديه؟ دقيقه 73 و3-1، يعني جول يخليها 3-2 يولع الماتش. عايز يدي راجل كوبري في نص الملعب، فطبعا الكره تتقطع. طب نعمل تاكلينج، بس كوكا مش ديانج، تاكلينج كوكا مش تاكلينج ديانج. علشان تكمل الكره دي على النادي الاهلي، ولولا تصدي شوبير في اخر الهجمه كان ممكن تبقى الكره دي هدف اكيد على النادي الاهلي. واضح طبعا ان النادي الاهلي لسه في مرحله استكشاف التشكيل الامثل، لان تغييرات كتير ما بين ماتش مودرن سبورت وماتش فاركو. ولكن المشكله الاكبر اللي بتواجه الاهلي هي دفاعيه وليست هجوميه، خصوصا الفرق اللي هتبتدي تضغط على النادي الاهلي عالي، لان هي دي النقطه الاضعف. وحالات الارتداد الدفاعي، الحالات اللي فيها مرتده عن الاهلي، برضو ظهر عيب كبير في الاهلي اذا كان ديانج مش موجود، وبرضو ديانج لوحده ما يقدرش يسد كل الثغرات. اتمنى يكون عجبك الفيديو، وحابب اعرف رايك، شايف ايه؟ هل دي التشكيله الامثل للنادي الاهلي ولا لسه في تغييرات محتاج يعملها ريبير؟